قرابة 2.5 متر، وكان أساس جدران البيت من الحجارة، وما ارتفع منه مبني بلبن الطين، وسقف البيت من جذوع النخل، وعليها الجليد والإدخال، وفوقه طبقة غليظة من الطين. وإذا ما دخلنا إلى البيت ذاته فهو مسكن متواضع ينطق بأجل مناظر الزهد، فهذا سرير مرمل، وتلك وسادة حشوها ليف، وذاك لحاف، وهذا رف عليه قليل من الشعير، وهذه قربة معلقة فيها شيء من الماء. وإذا خرجنا من البيت النبوي الشريف وصعدنا ذلك السلم المصنوع من الخشب، فسنجد في أعلى البيت في زاوية من زوايا السطح غرفة صغيرة تسمى المشربة. أيها المؤمنون، هنا في هذه الحجرة الشريفة عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله عنها أحب الناس إليه، وقضى وإياها حياة جميلة مليئة بالمودة مضيئة بالطهر معمورة بحسن العشرة. هنا عاش الذي أنار العالم برسالته وأسعد الدنيا بشريعته. وبعد 9 سنوات من الحياة في هذا البيت الشريف مات صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظ أنفاسه الزكية وهو مسند رأسه الشريف إلى صدر عائشة رضي الله عنها، فدفن في هذا البيت الشريف. وقد ظلت عائشة رضي الله عنها تسكن في هذا البيت نفسه، ثم بعد أقل من 3 سنين مات والدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدفن بجوار صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. فبقيت عائشة رضي الله عنها ساكنة في البيت الشريف، وجعلت على القبور ستارة. ثم بعد قرابة 10 أعوام استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد استأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه، فأذنت له فدفن معهما. وبنت عائشة رضي الله عنها جدارا يفصل المساحة التي فيها القبور الشريفة عن بقية بيتها الشريف، واتخذت من هذه المساحة غرفة لصلاتها وعبادتها. وظلت رضي الله عنها في هذا القسم الصغير الذي كان رحبا واسعا بما عمرته به من علم وتعليم وتدريس وتربية، إذ كان يتوافد المسلمون من أنحاء الأرض للسلام على أم المؤمنين رضي الله عنها وأخذ العلم عنها. وظلت كذلك إلى أن ماتت، ثم دفنت بالبقيع، فأغلق البيت الشريف بإحكام، وظل على حاله حتى العام 88 من الهجرة. وفي خلافة الوليد بن عبد الملك رحمه الله أعاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأمر منه توثيق بناء الحجرة الشريفة حفاظا على القبر الشريف، وأدخل في المسجد وأحكم إغلاقه، وأصبح مصمتا لا منفذ فيه ولا طريق إليه. واشترى رحمه الله بقية حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من أهلها، وأضافها للمسجد النبوي، ثم بنى رحمه الله حائطا مخمسا أضلاع من حجارة سوداء قوية لعزل القبور عن المسجد، ولكي لا يصلي الناس إلى القبور. فلم ترى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر بكاء وحزنا وجزعا من ذلك اليوم، إذ كانت رؤية الحجرات الشريفة سلوة لقلوبهم وذكرى من محبوبهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مرت الأعوام وخلفاء المسلمين وأمراؤهم رحمهم الله يعتنون بالحجرة الشريفة وصيانتها وتوثيق بنائها على مر السنين. وإن الزائر أمامه 3 حواجز بينه وبين القبر الشريف: سياج المقصورة النحاسي، ثم الجدار المخمس المحيط به وعليه الكسوة، ثم جدار بيت عائشة رضي الله عنها. ولقد وصلت العناية بهذا المسجد الشريف وحجرته المباركة إلى ذروتها في عهد المملكة العربية السعودية أيدها الله وأدام أمنها وإيمانها، وجزى قادتها أحسن الجزاء. فهذا هو المسجد النبوي الشريف يتسع للملايين، وتلك هي الحجرة الشريفة تسر الناظرين وتبهج قلوب المحبين. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.